طبعا بالنسبة للدولة التركية وتدخلها بالأزمة السورية من بداية الأزمة من 2011 لحد هلا، واستمرارها بتعميق الأزمة والاستفادة من تعميق الأزمة لخدمة مصالحها الداخلية التركية القوموية التوسعية. وهلا كمان مثلا موضوع انه الضغط التركي والهجمات التركية المتكررة على منطقة شمال وشرق سوريا بشكل عام، إن كان بداية من احتلال مناطق مثل جرابلس والباب والمناطق هاي، وبعدين تعديها إلى احتلال مناطق عفرين وإزالة الهوية الكردية عن منطقة عفرين، تغيير الديموغرافي، الهجمات البربرية أو التعامل البربري الوحشي اللي عم تكون في المرتزقة التركية بهالمنطقة هاي. طبعا وختمتها بتركيا بالمرحلة السابقة اللي كانت موضوع احتلال غريسبي وسريكانية، وكمان ارتكاب المجازر بحق المدنيين، تهجير مئات الآلاف من السكان وأغلبهم طبعا من النساء والأطفال. طبعا كل هالمواضيع هاي تهدف إلى أو تركيا من خلال هالمواضيع هاي تهدف إلى تصدير أزمتها الداخلية، بالإضافة إلى مشروعها الاستيطاني، مشروعها الاستفادة قدر الإمكان من المرحلة لحتى تقدر تسيطر على أكبر مساحة ممكنة من الأزمة الوضع السوري أو الداخل السوري بالمرحلة النهائية من اتفاقية أو 100 عام على اتفاقية لوزان، لأنه رح يكون في ترتيبات تانية، بالإضافة إلى موضوع عدم تقبلها لإنشاء أي كيان ديمقراطي على خاصرتها، وخاصة إذا كان يحمل الطابع الكردي. هاي المواضيع طبعا أكيد تركيا تعرف بشكل واضح وفعال أنه أي مشروع من هالنوع رح يأثر على الداخل التركي، لأن تركيا نفسها تعيش حاليا أزمة داخلية من موضوع الموضوع الديمقراطية، موضوع المكونات، وعلى رأس الموضوع أهالينا أو شعبنا الكردي بمنطقة باكر بتركيا، والحالة السيئة وعشرات الآلاف من المعتقلين، من معتقلي الرأي، من السياسيين القابعين هلا حاليا بالسجون التركية لمجرد المطالبة بموضوع التطبيق الديمقراطي، لمجرد المطالبة بالحقوق القومية للشعب الكردي. فهالأمور هاي كلها طبعا تؤدي إلى استمرار الدولة التركية بمشروعها الفاشي بالمنطقة، واستمرارها بالهجمات يعني على المنطقة. طبعا بشكل خاص لاحظنا موضوع استهداف المرأة كمان بهالموضوع هاي، لأنه بمجرد استهداف المرأة يستهدف عمق المجتمع الكردي أو المجتمع المحلي، وباستهداف عمق المجتمع المحلي يؤدي إلى من بداية تخلخل أو تراجع خطوة إلى الوراء، لأنه ثورة روجافا مثلا عرفت أو اتخذت لون وصبغة المرأة بهالطريقة هاي، مثلا يكون يستهدف ضرب عمق الثورة هاي أو رمز الثورة هاي، بالإضافة إلى أنه بهالطريقة هاي بضرب المرأة وتراجع المرأة إلى الوراء يتراجع معها المجتمع ككل خطوة إلى الوراء. واللي عم تتبعها تركيا هي سياسة الأرض المحروقة، يعني كل منطقة تدخلها تركيا هي تحاول أن تعيث فسادا فيها، يعني إن كان بواسطة بشكل مباشر بواسطة جيشها والمدفعية التركية، أو بواسطة المرتزقة المترافقين معها اللي مثلا عم يمارسوا سياسة الجراد، يعني صراحة يزيلون الأخضر واليابس، يعني موضوع التهجير، موضوع التغيير الديموغرافي، موضوع السرقة والنهب والسلب، موضوع التتريك، بالإضافة إلى هذا مثلا يؤدي بالتالي إلى تواجدها الدائم في العمق السوري، بالإضافة إلى سيطرتها على إن كان مثلا إعاقة أي مشروع يستهدف إلى الاستقرار بالمنطقة. الاستقرار بالمنطقة سيؤدي ممكن إلى مواضيع اقتصادية أخرى، موضوع كمان تركيا تهدف إلى مثلا موضوع حصتها بضمن الكعكة السورية أو الأساسي موضوع مشاريع إعادة الإعمار، فكتير مصالح لتركيا بالمنطقة. طبعا بالأخير بضيف شغلة أنه نحن كمكونات شمال وشرق سوريا، كردا عربا سريانا، القوة الأساسية هي بتكاتفنا بتواجدنا.